السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهارده بقى جايبه لكم فيديو مميز جدا. في الريف، في الدقهلية. في قرية، انا مش فاكرة اسمها بالظبط. القرية دي على البحر، على النيل كده. آه طبعا قرية جميلة جدا. وأهو فالراجل بيعمل فطار بقى على النيل، والمية والقطة قاعدة كمان. بيحضر بقى الفطار زي ما انتم شايفين كده. بيعمل بتنجان المقلي، طبعا ده كله جو ريفي جميل جدا، ومحمل الخشب وعامل النار وجاب الطاسة. وبيحمر طبعا البطاطس المحمرة، خلص البتنجان. طبعا الجو ده جو رائع جدا، وشايفين بقى النيل عامل ازاي قدامه. يعني انا مستعدة، يعني مش عارفة. مستعدة ان انا يعني ادفع نص عمري مثلا، يعني عشان اقضي يوم كده زي كده هناك. مش عارفة الصراحة، ممكن افكر او ممكن افكر لا. يا ريت يعزمنا والله، لو يعرف إن مثلا نزلت الفيديو بتاعه ده ممكن يعزمنا يعني عادي يعني. بس والله بجد الفيديو عجبني جدا جدا، بيعملوا الطعمية، الجو هناك رائع جدا. آه فانا حبيت بس اشارككم في الفيديو ده. وتشاركوني فيه وتقولوا رايكم فيه ايه بالظبط. انه بيحط الدقة كمان على البتنجان اهو. وبيحمر الطعمية. آه طبعا أنا اي حد يتمنى ان هو يعيش في الجو ده حتى لو يوم واحد. او بيعمل الفول اللي هو بالزبدة الفلاحي طبعا. طبعا البنوتة الجميلة دي بتساعد جدها، بتجيب له يشرب، بتساعده في أي طلبات. عمل الفول بالزبدة، وحمر البطاطس، وخلص البتنجان اللي هو بالدقة ده، وجاب طبق الفول. طبعا عسل نحل وعسل أسمر. وهخلص الفول، طاسة الفول. وهيعمل بقى، أحط ايه بقى، طحينة دي. طحينة مع ليمون. طيب ماشي. وجاب بقى البيض، هيحمره. حمر البيض. وبعد كده بقى ايه، طبعا هجيب، جاب الجبنه القديمه او الجبنه الحادقه، حط عليها شويه طحينه. جاب بقى الصينيه، وجاب حط الحاجات دي كلها فيها. وعسل النحل وجبنه القريش، ما شاء الله، الله اكبر. حاجه تفتح النفس. انا عن نفسي لو قعدت على الصينيه دي ممكن اخلص نصها يعني عادي لوحدي يعني. هو طبعا عايز الناس، وجاب الفطير اهو. عايز الناس كتير اهو. ربنا كده يا رب يديم عليهم النعمه اللي هم فيها، ويحفظها يا رب. كده انا كده خلصت، فهكمل بقى. البنوتة بتلم الفاكهة عشان ايه، توديها لجدها او لباباها، عشان يبقى يحلوا بعد الفطار. مع الاكله دي كانت عايزه شاي بعدها، وبعد كده الفاكهه. فربنا يحسن يا رب كده بين ايديهم. بجد فيديو رائع. انا الفيديو ده عجبني قوي قوي قوي. هادف وجميل، وفيه راحة نفسية ما تتخيلهاش. انت لو شفتيه وعشتي كده لحظات كده، انت تتمنى انك تعيشي هناك كده. مش هتترددي بجد. هناك جو رائع جدا. واشوف البنوتة كمان بترجع بتمرجح، يعني حاجة اخر ألاجة، يعني حاجة كده من الاخر يعني. وهعمل بقى كوباية الشاي المتينة، عشان طبعا الاكل ده عايزه كوبايه شاي، ما عشان تسيح الدهون اللي احنا اكلناها دي كلها يعني. اشوفكم بقى على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.